بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معانا وجبة بحرية. السمك الوقار الفيليه ممكن يتعمل بسمك الوقار وممكن يتعمل بسمك القشر بياض. انا الحقيقة عندي شريحتين سمك وقار، هقطعهم. النهاردة هنعمله بطريقة جديدة، ان انا هقطعهم صوابع وهتبلهم بالتتبيله العاديه بتاعتنا، بس بعد ما يقعد في التتبيله شويه مش هحطه بس في الدقيق واقليه، لا هنحطه في الدقيق وبعدين البيض واللبن وبعدين البقسماط زي الفراخ البانيه بالظبط وزي البفتيك. دي طريقه جديده وطعمه بيبقى جميل جدا وحاجه مختلفه وجديده تقدري تغيري بيها. وانا الحقيقه ده انا هعمله وهحطه في طبق فل وهحطه في الفريزر، علشان بجهز كده كل فترة اجهز شوية حاجات احطها في الفريزر بتسعفني بعد كده في ان انا اطلع واقلي على طول، اعمل شوية الرز والسلطة واقلي على طول وهكذا. معانا النهاردة اهو شريحتين سمك وقار مخلي فيليه، ومعانا كمون وملح وتوم وليمون، عصير ليمون. اول حاجه هعملها ان انا هبتدي اقطع السمك صوابع زي ما قلت لكم، هو لسه جامد شويه بس عادي مش مشكله، هو يتقطع كده احسن. هقطعه صوابع كده، بصوا حجم الحته هتبقى كده اهي، مش هتبقى حته كبيره، هتبقى صوابع كده. هقطع الكميه كلها وهرجع لكم تاني. دلوقتي انا قطعت السمك كله اهو زي ما انتوا شايفين، صوابع كبيرة اهي، يعني مش هيكون قطع، لا اصابع، هي اسمها اصابع السمك المقرمش. هبتدي بقى احط عليه التوم اهو، التوم المفروم، واعصر عليه الليمون. هي ليمونة واحدة كفاية، هو ده تقريبا حوالي نص كيلو سمك. احط النص التاني، ليمونة على النص كيلو كويس اوي. من ضمن الحاجات اللي عايزة اقول لكم عليها، امبارح اشتريت الليمون، الخضري جاب لي الربع كيلو الليمون ب7 جنيه، يعني كيلو الليمون ب28 جنيه. يعني يا بخت اللي شال ليمون الفترة اللي فاتت لما كان رخيص شوية. هبتدي احط شوية ملح، مش كتير لانه بيشرب الملح بسرعة جدا السمك الفيليه، حبة ملح بس كده صغيرين. وكمان هحط كمون. طبعا السمك روحه الكمون والليمون. انا بقى هقلبه بايدي علشان ادخل فيه كل التتبيله. بنقلبه كويس جدا وبنسيبه حوالي ساعه في التتبيله. ممكن لو انتي عايزه تسيبيه ممكن تعمليه بالليل وتسيبيه لتاني يوم في التتبيله، بس بتغطيه كويس قوي بالاسترتش او بتحطيه في كيسين جوه بعض وبتحطيه في التلاجة على رف التلاجة بالوضع ده، وتاني يوم بتطلعيه بقى تحطيه في الدقيق والبيض والبقسماط. وبرده لازم يدخل التلاجة شوية بعد ما بتحطيه علشان يتشمع او يمسك في نفسه كده، ما تيجي تحطيه في الزيت تلاقي الطبقة اللي عليه حلوة. ده طبعا بالنسبة لأي حاجة بتتعمل بانيه، فراخ، لحمة، سمك، كفتة، اي حاجة كده. خلاص انا قلبت فيه قلبته في كل التتبيلة. هسيبه كده ساعة وبعد كده هرجع لكم واحطه في الدقيق والبيض والبقسماط. استنوني. وكده انا خلاص سبت السمك في التتبيله ساعه، ودلوقتي حطيت هنا بيضتين وشويه لبن صغيرين، ربع كوبايه لبن، وملح وفلفل وكمون، والبقسماط حطيت عليه برضو ملح وفلفل وكمون، والدقيق ابيض عادي ما فيهوش اي حاجه. خلاص انا ربيت البيض مع اللبن كده، بشيل الشوكه، هبتدي اخده كده تقليبه من فوق لتحت كده، وابتدي اخد واحده واحده اهي، احطها في الدقيق وانفضها كويس
بعدين احطها في البيض زي اي طريقة بانيه، فراخ، لحمة، كفتة، اي حاجة، واطلعها احطها في البقسماط كده. البقسماط بقى بتك عليها كده عشان الطبقة بتاعتها تبقى مظبوطة، ما تطلعش منها وهي في النار اهو. هبتدي اعمل تاني قصادكم اهو. ممكن اخليها حتتين، ممكن اخليها صبعين، لانها من النص السمكية نفسها عريضة. احط كده في البيض واللبن، صفي واطلع على البقسماط، دحرجها كده اهي زي الكفتة، وتبقى زي الصوابع. هعمل بقى الكمية كلها وهرجع لكم تاني عشان اوريكم هنشيلها ازاي في الفريزر. كده انا حطيت الكمية كلها في الدقيق والبيض والبقسماط. هبتدي ارصها، بحط طبق الفل كده واحط عليه كيس نايلون، وابتدي ارص كده جنب بعضه. ده لو انا هحطها في الفريزر مثلا، هستخدمها الاسبوع الجاي، هستخدمها كمان يومين. طبعا السمك ما بيتشالش وقت طويل علشان يعني بيفقد فايدته، لكن لو مثلا هتستخدميه خلال الاسبوع يبقى كويس. انت بتجهزيه كده بحيث ان انت بيكون سهل عليكي يوم ما تيجي تطلعيه، يا دوب بتطلعيه يفك او ما يفكش قوي يعني، وتكوني محضره زيت غزير بس ما يكونش سخن مولع. بصوا انا هحط كده عشان ما يلزقش في بعضه. في حتت طبعا مش عامله زي الصوابع بالظبط، على حسب شكل قطعه السمك اهو. انت بقى لو عملتيه كده وهتقليه مثلا النهارده على الغدا، تعملي تدخليه التلاجة، يعني تحطيه كده وتدخليه التلاجة على الرف نص ساعة كده ولا ساعة، على اساس ان هو يمسك نفسه، الخلطة تمسك نفسها ويتشمع كده اهو. احط كمان كيس عشان دول ما يلزقوش برضو فيهم. انت لو ممكن عملتي مثلا دي نص كيلو يعني كفاية قوي الاسرة، مثلا 3 افراد 4 افراد، مع الرز وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء، يعني كمية كويسة. انا هبتدي بقى اغلفه بالستريتش واحطه في الفريزر. ده اللي هو الاسترتش الغذائي اللي هو الصحي. بجيب كده باخده كده اهو، وباخد طبقة كمان كده مرة كمان فوق، وبقطع. بيتقطع سهل بالايد، او ممكن تقصيه بالمقص، مفيش مشكلة خالص، او لو عندك الماكينة بتاعته بيكون طبعا احسن. وبكده انا اكون جهزت معاكم اصابع السمك المقرمش كتجهيز، تتحط في التلاجة ان انت ممكن تقليها بعد كده وتجهزي جنبها اكلة سمك. ممكن تقلي ده وتكوني مثلا جايبة سمك مشوي او شوية سمك في البيت، تكوني مثلا عاملة جمبري، يعني قصدي دي ممكن تكون جنب اكلة جانبية او تكون اكلة اساسية. انا عن نفسي بعملها اكلة اساسية جنب الرز الصيادية وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء. وبس كده، وانتهى على كده الفيديو. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير. وانا بحط لكم الرابط بتاعي بتاع مش الرابط، بحط لكم الايميل بتاع الفيسبوك بتاعي في صندوق الوصف. مستنيه تعليقاتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.